أنا وصلت لمرحلة ما بقيتش مرتاحة في علاقات كتير، بقى فيها حاجات كتير بتأذيني وأنا مش هاقدر أكمّل بالشكل ده. احترامي لنفسي أهم من كل حاجة، علشان كده هاختار أبعد بهدوء ومن غير مشاكل. وهو ده الشعور اللي بتحسّه لمّا بتدخل علاقة سامة، بتلاقي إن العلاقة بتسرق من روحك واحدة، واحدة من غير ما تحس، وبتلاقي نفسك بتتمسك بأذى، متغلف بكلام حلو ووعود فاضية، وتفضل تحس بالتحكم، التقليل والتجاهل والغيرة المرضية، ودي كلها علامات الخطر. لأن العلاقات السامة مش بتعلمك تحب، لأ بالعكس، دي بتعلمك تشك في نفسك وتستنزف طاقتك. يعني ما تبقاش طيب قوي مع اللي ما يستاهلش عشان ما يستغلش الطيبة دي ويحولها لضعف. زي علاقة وسام برباب في المسلسل الجميل أحلام شمسية، كانت علاقة سامة مليانة تحكم وتلاعب نفسي. وسام استغل ضعفها وبقى يمارس عليها العمق النفسي وخلاها تشك في نفسها وتفقد الثقة في نفسها. ارجع قيم علاقاتك واعترف لو في علاقة بتأذيك، قيم تأثيرها عليك وحط حدود واتكلم مع حد بتثق فيه، واعرف إن الخروج من علاقة سامة مش ضعف، دي أقوى خطوة ممكن تعملها لنفسك. ودمتم رأيي.